حبايبي الحلوين اللي بيسمعوا كلام بابا وماما، هنحكي حدوتة صغيرة قبل النوم. حدوتة النهاردة بتحكي عن سمكة صغيرة اسمها دودي. دودي سمكة بتنسى كل حاجة. مامتها اسمها نونة، كانت بتخطط لعزومة كبيرة جدا، ودودي كانت مسؤولة عن المشتريات. مامتها قالت لها: يا دودي، دودي. أيوة يا ماما. روحي السوق يا حبيبتي بسرعة، عايزين 5 حبات لؤلؤ أبيض و10 طحالب حمرا وكيس رمل وردي وصدفة كبيرة يا حبيبتي للملح، وما تنسيش أهم حاجة عصير الطحالب وحبة كحك بحري كده. دودي قالت لها: حاضر يا ماما. ماما طلبت لؤلؤ وطحالب حمرا ورمل وصدفة وعصير وكحك وحبة بلالين كده بقى. وهي في الطريق لقت سمكة بتغني بصوت عالي. دودي وقفت تتفرج عليها ونست هي رايحة فين، وكمان غنت معاها: ايه يا سمكة انا، ايه يا سمكة انا، سمكة انا قلبي، ايه يا سمكة انا، سمكة انا قلبي، انا مش سمكة عادية، انا سمكة حرة قوية، قلبك جمبري يا صفرة، بختي وانا قارعة، اكتر من التفكيش تش تش. ونست دودي نفسها خالص. بعد شوية لقت نفسها عند بياع اللؤلؤ. قالت له: عمو، أنا عايزة حاجة بتلمع كده، بس أنا كنت عايزة كام واحدة، 5 ولا 7؟ خدي 5 يا حبيبتي يمكن ينفعوا، بس بطلي غنى عشان الصوت الوحش ده. أخدت اللؤلؤ وكملت طريقها وهي بتفكر في عصير الطحالب، وفجأة لقت نفسها قدام بياع الرمل وقالت له: عمو، يا عمو، أنا عايزة رمل، بس مش عارفة لونه إيه، هو في رمل أزرق؟ البياع ضحك عليها وقال لها: لا يا حبيبتي، بس عندي وردي، خدي منه أكيد هيعجبك. دودي رجعت البيت ومعاها لؤلؤ ورمل، بس نسيت تجيب العصير والكحك والبلالين. مامتها بصت لها وقالت لها: ايه ده يا دودي، فين العصير والكحك والبلالين؟ دودي قالت لها: يا ماما أنا جبت لؤلؤ ورمل ونسيت الباقي. وفي نفس اليوم دودي كانت رايحة تنام، ومامتها قالت لها: يا دودي، ما تنسيش تغسلي سنانك قبل ما تنامي. دودي قالت لها: حاضر يا ماما، هروح أغسل سناني. وبعد شوية مامتها راحت تشوفها: ايه ده يا دودي، إيه اللي انت بتعمليه ده؟ دودي بصت لها ببراءة وقالت لها: أنا كنت فاكرة إن في حاجة عايزة أغسلها بالفرشة، بس مش عارفة إيه هي، أنا نسيت. اليوم اللي بعده دودي كانت عطشانة جدا. مامتها قالت لها: يا دودي، روحي اشربي من الحنفية اللي في الركن. دودي راحت للحنفية وقالت لنفسها: أنا كنت عايزة إيه؟ مامتها معدية من قدامها بالصدفة لقيتها واقفة تكلم نفسها وبتقول: أنا كنت عايزة أعمل إيه؟ أنا نسيت كل حاجة. مامتها قالت لها: يا دودي، الحنفية مفتوحة، روحي اشربي مية. دودي قالت لها: أنا عارفة، بس أنا نسيت مكان الكوباية فين. تاني يوم وهي بتلعب مع صحابها قالت لهم: ايه رأيكم نستخبى؟ وبدأت تعد: 1 2 3 4 5. أنا عايزة ايه؟ صاحبتها قالت لها: انتي بتعدي يا دودي عشان تدوري علينا. ايوه صح، انا نسيت، هو ايه العدد اللي بعد 5؟ صحابها كلهم قعدوا يضحكوا. دودي كانت معروفة ان هي بتنسى جدا، وفي اخر اليوم مامتها طلبت منها ترتب السرير. قالت لها: يا دودي رتبي سريرك وبعدين هاتيلي كتاب الطبخ من على الرف. مامتها راحت تشوفها بتعمل ايه لانها اتأخرت، لقيتها نايمة على الكتاب فوق السرير. بتعملي ايه يا دودي؟
حرام عليكي، أنا مش قلتلك رتبي السرير وهاتيلي الكتاب؟ أيوة يا ماما، أنا آسفة معلش نسيت. ومرة مامتها طلبت منها تحضر طبق السمك، قالت لها دودي حطي السمك ده في الطبق وبعدين حطي عليه ملح وليمون. دودي راحت المطبخ وحطت السمك في طبق، بس نسيت تحط عليه ملح وليمون، كتر غيرها، وحطت عليه ورد. مامتها شافت الطبق من هنا ويحاولوا يفوقوها من هنا. مامتها أغمى عليها من الصدمة، مسكينة بنتها دودي. ومن يومها ومامتها بقت بتكتب لها كل حاجة على صدفة كبيرة وتديها لدودي، ودودي كانت كمان بتنسى الصدفة. ايه رأيكم يا أصحابي في القصة دي؟ أتمنى تكون عجبتكم. أشوفكم في حدوتة تانية. مع السلامة يا أصحابي.